السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الأحباب والأصدقاء ومشاهدي هذه القناة. هذا الفيديو كنتوجه به بالأخص للإنسان الجزائري، وبالأخص الإنسان القبائلي الأمازيغي. أنا من خلال هذا الفيديو كنوجه واحد الرسالة، كناشد الإنسان الجزائري وبالأخص القبائلي باش يحتكم لعقله المنطق. أنا غادي نعطيكم بالحجة والدليل والبيان ما يثبت بأن المخابرات الجزائرية هي التي تقف وراء هذه الحرائق. كاين العديد من الحجج. إذن أولا وقبل كل شيء ما علينا إلا نترحموا على ضحايا الزلزال وأيضا الفيضانات اللي وقعت في ليبيا، ونترحم ونتأسف أيضا للإنسان القبائلي. علاش؟ لأنه كيتعرض للتنكيل، كيتعرض للحط من الكرامة والإنسانية ديالو. إذا ما الذي يثبت بأن المخابرات الجزائرية هي التي تقف وراء هذه الأعمال الدنيئة؟ دولة الجزائر باعتبارها كتنجح واحد النظام عسكري ديكتاتوري، هي شبه دولة، ما عندهاش ثقافة الدولة، وبالتالي فمن طبيعة الأنظمة العسكرية أنها كتلجأ لجميع الوسائل بما فيها الخسيسة والدنيئة من أجل تركيع وتطويع الإنسان الشعب. فالجزائر كيف قال خالد نزار في الكثير من المناسبات بأن الدولة الجزائرية مسموح لها سابقا والآن يثبت هذا الوقائع تثبت بأن لا زالت تنهج نفس الوسيلة، بأن مسموح لها أن تقوم بأعمال العنف وتلحق الضرر أيضا بالإنسان من أجل جني ثمار تستفيد منها الدولة. هكا غادي نفسروها. ثم كاين واحد المسألة أخرى، وأن نظرية الصدمة اللي ولات كتشتغل بها العديد من الدول فيما يتعلق بالحروب الخارجية. دولة الجزائر كتشتغل بها داخليا، وكل الأنظمة العسكرية لاحظناها حتى في سوريا. جعل الإنسان الشعب مصدوم. إذا باش تخلق هذه الصدمة خاصك تروعو باش يولي يشوف بأن النظام ديال البلد ديالو هو طوق النجاة. المخابرات الجزائرية كتلجأ لهذه الوسيلة، وهذا الشيء تجلى حتى في العشرية السوداء، واللي بينوا وكشفوا عليها الفارين من جحيم النظام العسكري الجزائري. إذا فالدولة الجزائرية المخابرات ديالها كتقوم بهذه الأعمال الخسيسة الدنيئة كي يخاف الإنسان الجزائري وكي يرى في نظامه طوق النجاة. كتصدموا، ولكن هنا كتوجه لشعب القبائل، خصوصا هنا غادي نربطوها بالانتخابات، الانتخابات ديال تبون وديال سعيد قحيبة اللي راه ترشح حتى هو اعتقد. إذا فدولة الجزائر النظام العسكري شكون اللي كيشكل المعارضة ديالو؟ المعارضة ديالو جاية أساسا من هاد الشعب القبائل، خصوصا من الأمازيغ ديال الجزائر. إذا فالنظام الجزائري يدرك هذه الخطورة، وبالتالي في ظروف عالمية متوترة يدرك هذه الخطورة، وكي يضفي مشروعية أيضا على النظام واستمرارية هذا النظام، يعني أن النظام العسكري هو الذي يختار دائما سواء تبون أو سعيد قحيبة. إذا شنو خاصهم يديروا لهذا الشعب القبائل المعارض؟ خاص يقتلوه، يجوعوه، يهجروه، يدمروا الممتلكات ديالو باش ما يبقاش مستوطن في ذاك الأراضي، وباش ما يحققش واحد الكثافة سكانية مؤثرة. إذا فالمنتظم الدولي خاصو ينتبه لهذه المسائل، وبالأخص لي ماكيست، خصوصا المشرفين على الأحوال ديال القبائل، منظمات جمعيات حقوقية وما إلى ذلك، تقديم شكاوى بالنظام العسكري الخبيث الذي يقتل ويهجر الأمازيغ من شمال البلاد، بلاد الجزائر بطبيعة الحال. إذا كاين مسألة الصدمة، كاين مسألة الترويع، كاين عمل مقصود للإنسان الأمازيغي، ثم كاين مسائل أخرى أيضا اللي غادي نربطوها بالأحداث اللي وقعت في الجزائر، بالأحرى في المغرب وفي ليبيا، ما يتعلق بالزلزال وأيضا الفيضانات. تلاحظوا بخصوص هذه الكارثتين الطبيعيتين اللي هما ناتجين عن قضاء وقدر، ماشي بحال الحرائق اللي كتكون فعل فاعل، خصوصا أنها كتصادف في شهر شتنبر اللي كيكون فيه الطقس بارد، تساقطات مطرية، مرتفعات جبلية فيها طقس بارد، وبالتالي فإن المكان غير مرشح لاشتعال النيران. ولكن باش تحدث النيران بهذه الكثافة، إذن فهي من تدبير
الإنسان وبالأخص المخابرات الجزائرية. إذا غادي نرجع لكم لهذا الزلزال والفيضانات، هي ناتجة عن عن مشيئة الله، لا دخل للإنسان فيها. ولكن فيما يتعلق بالحرائق لا يمكن أن تكون في هذه المناسبة وفي هذا الشهر بالضبط إلا من تدبير المخابرات الجزائرية. مسألة أخرى هو أن ما حدث بخصوص الزلزال كما قلت والفيضانات، التآزر، التكافل، هذا التضامن الدولي أرادت الجزائر أيضا أن تحصل عليه، وأن تلفت انتباه العالم بأن هناك بلد آخر اسمه الجزائر، حتى وإن كان الأمر يقتضي قتل الإنسان الجزائري. اللهم إلا إذا كانت الجزائر باش بغات تبين كدولة المخابرات، بغات تبين الكفاءة ديالها والقدرة ديالها بعد رفض المغرب المساعدات ديالو، بغات تبين القدرة ديالو على إخماد النيران، ربما شراو الكناضر. إذن فدارت هذه التجربة باش تبين بطبيعة الحال الإنسان الجزائري بأن نحن أكفاء، بأن ما قام به المغرب في حقنا لا نستحقه، وإنما نحن أقوى منه وما إلى ذلك. على أي هي دولة تشتغل بترهات بتفاهات. حصل في المغرب أيضا وليبيا ذلك التضامن والتكافل الداخلي، هذا الشيء كيساهم في النسيج الاجتماعي، في التعاضد، كيساهم في استمرارية المجتمع. الجزائر أرادت أن تحذو حذو المغرب وليبيا حتى وباختلاق هذه الكارثة ديال الحرائق. ولكن هل يحصل ذلك ويمكن أن يحصل ذلك داخل الجزائر مثل ما حصل بين المغاربة وبين الليبيين؟ أعتقد بأنه هو أمر مستبعد، لأن مناسبات كثيرة أبانت على أن هناك شرخ بين الأمازيغ والعرب في الجزائر، وبالتالي فإن النسيج الاجتماعي الجزائري مهدد بالتفكك. مسألة أخرى هو أن كيف شفنا أن في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تعالت الأصوات ديال الشماتة. الجزائريين كانوا يشمتون وبكثرة في هذه الكوارث الطبيعية، والأخص في المغرب، بأنكم حصلتم على ما تستحقون، وبأنكم تستحقون أكثر من الزلزال وما إلى ذلك من الترهات. الجزائر أرادت أيضا باختلاقها لهذه النيران، لهذه الحرائق، وبتشجيعها للذباب الإلكتروني، وهنا خاصكم تاخذوا الحيطة والحذر، تأليب وتكليب إلى بغينا نقولوا، تأجيج القلوب ديال القبائليين الأمازيغ. علاش؟ لأنهم لاحظوا بأن كاين واحد التناغم ما بين الإنسان القبائلي الأمازيغي والمغاربة، وبالتالي بغاو يلعبوا على هذا الوتر الحساس، تجيش الذباب الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما باش يبينوا للإنسان القبائلي بأن لسنا نحن الوحيدون الذين شمتوا ويشمتون في المغاربة، وإنما هم أيضا يشمتون فيكم بحكم هذه الحرائق. فلا تثقوا فيما تقوم به المخابرات الجزائرية، لأن هذه الأفعال هي أفعال لا علاقة لها بدولة، وما يدل على أن الجزائر كما أقول دائما تفتقر إلى ثقافة دولة، ولا وجود لحاكم راشد فيها.